واهلا الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، افضل الاحوال ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. البنات الحبيبات ديالي، جيتكم في الفيديوهات اللي كتموتوا عليهم واللي كيعجبوكم. هذا الفيديو خاص باي انثى متزوجه، او بالاحرى اي انثى كما كنقول لكم ديما عزيز عليها راسها، عزيز عليها تهلا في راسها، وعزيز عليها تهتم براسها. هذا الفيديو ليك حبيبه ديالي. البنات، انا بالنسبه ليا الانثى هي ديك البنت او ديك المراه اللي ديما عزيز عليها راسها، ديما كتهتم بالراحه النفسيه ديالها وكتهتم براسها، ما عمرها كتهمل راسها واخا ما عارفاش يطرا، ديما كتهلا في راسها. ويعني ما تشميش فيها شي ريحه ما هياش، ما تشوفيهاش مبهدله، ديما مهليه في راسها. هذيك هي الانثى الحقيقيه، هذيك هي الانثى اللي كتبقى ديما انثى، وديما كتبقى صغيره وزوينه واخا ما نعرفش شحال يكون عندها في العمر. البنات، خصوصا البنات اللي متزوجات، تهلاو في راسكم، ما عمركم تهملوا راسكم، خصوصا نتوما متزوجات. راه خصك تزيني للزوج ديالك، راه ماشي حرام، راه حلال انك، بل ماشي حلال بل واجب عليك تزيني للزوج ديالك وحتى هو يتزين ليك. فداكشي علاش البنات ما تهمليش راسك، فهمتي؟ النهار فاش تكوني بوحدك في الدار، قطعي البصله، تكون فيك ريحه القرفه وهذا، تعرفي راسك ساليتي الشقه ديالك. وراجلك جاي من الخدمه، سيري اختي طرفي حالتك، ضربي لك تدويشه خفيفه، تهلاي في راسك، لبسي بيجامه زوينه، ماشي بالضروره تكون غاليه ولا جديده وهذا. تشوفي، ما تقوليش لي انا ما عنديش الفلوس، راجلي على قد الحال، انا ما خدامش، وراه غتهلاي في راسك والله يجعلك تشرع غا رويحه وحده، مرطب واحد صافي. راه ماشي بالضروره يكون عندك بزاف ديال لي برودوي. المهم البنات هو النظافه، وتلبسي حويجات هكا زوينين. راه كاينين حويجات راه تمشي غير للبال، قسما بالله غير تشري كسيوات واعرين البنات، غير ب10 دراهم 15 درهم تشري كسيوات مستعملين وزوينين وهكا تلبسيهم ويجيو معاك. المهم البنات هو نظافه ثم نظافه ثم نظافه. اما الحوايج ديال لي مارك وداكشي وبرودويات، كثرت البرودويات وبرودويات غاليين، داكشي خسرانين الفلوس. المهم البنات كما قلت لكم، هاد الشينيت اللي غادي ندير دابا، ساليت البنات كاع الشقه ديالي وكاع داكشي اللي عندي في الدار. راكم عارفين الصيف هذا كنعرقوا وكنبقاو واقفين في الكوزينه، وهذا كتكون فينا جميع الروائح. دابا يا البنات الليل، راجلي ما كيدخلش دابا، ولكن دابا صافي مع ساليت الشقه ديالي غندخل دابا نطرف في حالتي، نضرب واحد تدويشه فاعله تاركه، ومن موراها يا اختي غادي نجي نتهلا شويه في راسي ونعطي واحد الوقت، واحد ساعه المكانه ولا ساعتين ونص لراسي، ومن موراها صافي غندوز نقرا الورد اليومي ديالي في القران، وداكشي اللي بقى ليا ما درتوش في النهار ديالي. وهنا البنات سخنت الدوش ديالي ودخلت باش نضربها ليا بواحد تحميمه فاعله تاركه، نسخن عظيماتي ونرتاح ونحيد عليا الوسخ والعرق. هنا البنات غادي نستعمل هذا المقشر هذا اللي ديجا شاركته معكم شحال من مره، زوين بزاف، كيحيد الجلد الميت وكيرطب لينا لابو ديالنا. كذلك هذا هو الشامبو اللي كنستعمل حاليا، ولكن غادي نبدلو حيت صراحه ما عجبنيش ودار ليا القشره، فصافي الا سالا غنحيدو مره ونجيب واحد جديد. كذلك البنات هذا الصابون المغربي ما كيخطانيش، واعر بزاف، كيحيد الوسخ. كذلك البنات ما كنساوش السينات ديالنا، ديما كنوصيكم السينات ديالنا كنغسلوهم بعد كل وجبه، او الا كنتي معكازه غسليهم اختي 2 مرات على الاقل في النهار، ملي تفيقي وملي تبغي تنسي، ضروري البنات. الا ما كانش البنات الصابون ديال السنان كيقضي فيك حتى شي حاجه وكتبقى لك ريحه خانزه في فمك، استعملي هذا الغسول هذا زوين بزاف، كيخلي ريحه زوينه في الفم، خصوصا الا استعملتيه قبل ما تنعسي. يعني فاش تبغي تنعسي غسلي سنانك مزيان بالصابون ديال السنان وشلي بهذا زوين بزاف، تفيقي ما تشوفيش ما تشميش ريحه خانزه في فمك. الا ما قضى فيك اختي حتى شي واحد، ما عليك الا بالقنورفل. القنورفل البنات تحطيه في فمك غتبقى لك ريحه زوينه، ما توليش تحشمي من الريحه ديال فمك، ما توليش تحشمي انك تهضري قدام الناس يعني وانتي قريبه منهم، ماشي بالضروره تبعدي عليهم وهذا. يعني غادي تمتعي بواحد النفس اللي منعش، وغادي تثيقي في النفس ديالك كما كيقولوا في الاشهار ديال دوزيم. بنات راكم عارفين الريحه ديال القنورفل كيفاش دايره، راه ريحته زوينه بزاف. البنات ضروري تردوا بالها التفاصيل، حيت صراحه النظافه ديال الفم ضروريه. ومن
بعد البنات كما شفتوا معايا، من بعد ما ضربتها بواحد تدويشه طرفت حالتي مزيان، دابا وليت نقيه وكلشي. غادي ندوز باش نطهلا في راسي. بالنسبه للبنات الترطيب، غنرطب الجسم ديالي بهذا الكريم، هذا الكريم المرطب زويون بزاف البنات، كيضغط لينا لابو ديالنا وكيخلي لينا فيها واحد الرويحه زويونه بزاف. في واحد الرويحه اللي سبيسيال، دوك الروايح الخفاف اللي ما كيضروش في الراس اللي كيعجبوني انا. ما كيعجبونيش دوك الروايح عفوا اللي كيكونوا قاصحين وكيجيبوا الشقيقه وكيضروا في الراس. كذلك البنات غنستعمل هذا السبراي هذا، هذه نفس هذه المرطب اللي شاركت معكم، هذا نفس هذه الرويحه ديالو، باش هكا ما نخلطش الروايح بزاف. هذا هو باش غادي نعطر من مورا الدوش البنات. هذا سبراي كيتعطر به من مورا الدوش. هذا هو البنات اللي كان خصني نشاركو معكم في الاول، ولكن شاركت معكم مرطب وسبراي اللي غنستعمل. دابا البنات مازال ما استعملت شي حاجه، يلا غنشارك معكم لي برودوي وغنمشي نستعملهم. قبل كاع البنات، قبل ما نشف الجسم ديالي، هذا فايت استعملته يا البنات. دابا لابسه بينوار ديالي هذا، قبل ما نمسح كندهن به الجسم ديالي صافي، وكنلبس البينوار ديالي، ما كنمسح ما والو، كنخليه كينشف مع داك الماء ديال الدوش. وعرفتوا يا البنات واحد الرويحه كتبقى فيك البنات، واعره 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 واعره، ريحه اميره العرب. هذا يا البنات راه كان جاني في الباك ديال مسك الطهاره. ها نتوما علاش كنقول لكم راه الباك ديال مسك الطهاره خاص يكون ضروري عند اي انثى، حيت فريمون فيه منتوجات وغادي تستافدوا منهم بزاف. كذلك البنات من مورا ما غنستعمل السبراي هذا، غنستعمل هذا الماء المعطر هذا ديال مسك الطهاره، حتى هو كيجي في باك مسك الطهاره. غادي نعطر به بيجامه ديالي، ريحته زوينه بزاف، ريحه النقا. راكم عارفين مسك الطهاره ريحته كيفاش دايره، وهذا راه الاصلي البنات، انا راه واخده الباك الاصلي. كذلك البنات ضروري انا ما كنستعمل واحد من الامساك ديال مسك الطهاره اللي عندي، حيت عندي 4 كانوا جاوني في الباك اوريجينال البنات، راهم غيبقاو عندكم مده طويله حيت ريحتهم مجهده. كندير غير شويكك تحت وديناتي ومناطق النبط، وصراحه كتبقى لي ريحتهم، ويعني كتبقى ريحتهم زوينه بزاف. كذلك البنات اليوم رزقت لي انني نصبغ ضفيراتي بهاد الصباغه هذه ديال الضفار اللي شريت هذاك النهار، شريتها ب2 ريال. مشيت نتقدى الخضره بعثت ليا وانا ناخذها، حبيت اللون عجبني بزاف. واخا انا كنصلي البنات دابا صافي صليت العشاء وكلشي، غنصبغ ضفيراتي وملي غنبغي نصلي الفجر غنحيدها بطبيعه الحال. ومع انا ما كنبغيش الماكياج بزاف، ولكن كنبغي انني يطيح عليا ستر ضروري البنات، ما نعكر باش هكا ما نبقى صفراء ونكون زوينه ويطيح عليا شويه ديال السر. صافي يا البنات، هادو هما تقريبا لي برودوي اللي غادي نستعمل. داكشي خفيف ظريف روتين بسيط، ما غادي يكلفك حتى شي حاجه، ما غياخدش منك وقت بزاف. داكشي علاش البنات ديما كنقول لكم تهلاو في راسكم، راه ما تحتاجي لا تكلفي على راسك، ما تحتاجي لا وقت بزاف، ما تحتاجي حتى شي حاجه، نص ساعه ولا ساعه الا ما كنتيش غديري شي روتين نيت بحالي وها انت تهليتي في راسك. صافي يا البنات، هادشي هو اللي كان في هذا الفيديو ديال اليوم. نتمنى ربي ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. شوفوا اللي مازال ما اشتركتش في القناه ادخل دابا تشترك وتفعل زر الجرس باش ان شاء الله اي جديد نحطو يوصلكم نتوما الاولين. وضربي لي واحد لايك وخلي لي كومونتير زوين باش تشجعيني نصور لك فيديوهات اخرين زوينين تستافدي منهم. وبارطاجي، ما تكونيش مسمومه، بارطاجي مع خواتاتك، صحاباتك، بنات خالتك، بنات عمتك، بنات عمك، كاع البنيتات الزوينات اللي كتعرفي وعزيز عليهم يتهلاو في راسهم. ويلا البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه، خليت لكم الراحه.